تعرفوا إخناتون؟ إخناتون هو واحد من فراعنة الأسرة التمنتاشر، واللي حكم مصر من فترة سنة 1351 ل 1335 قبل الميلاد. هو زوج الملكة نفرتيتي، الملكة المعروفة طبعا، وهو أبو الملك توت عنخ آمون، طبعا الملك المعروف. عمل إخناتون نهضة كبيرة في مصر في الفترة دي، نهضة دينية. هو أول من عرف التوحيد في العالم، واللي اتحارب من الكهنة وخسر معركته في الآخر. بس الحقيقة يعني مش ده الموضوعنا النهاردة. موضوعنا هو الفيلم اللي كان هيتعمل عنه سنة 71، واللي كان المخرج بتاعه الأستاذ الكبير شادي عبد السلام. كل شخصية لها مفتاح أساسي، وأنا بعتقد أن شادي عبد السلام كان مفتاح شخصيته أنه كان شخصية تأملية. وأعتقد أن هذه القدرة على التأمل وهذا الإحساس بالسلام النفسي له مجموعة من المنابع. المنبع الأول أنه كان ثقافته واسعة جدا، كان قارئا جيدا وقارئا عميقا، لا يقرأ لمجرد القراءة ولكن يقرأ ليتزود بالمعرفة. ثانيا أنه درس عمارة، والمعماري بناء بينشئ بيبني، فهنلاقي أنه أيضا في تأمله كان بيبني الصورة أو بيبني المشهد. في واحد من أهم أعماله الموميا مثلا هنشوف أنه تقريبا ما استخدمش ألوان، الأبيض والأسود كانوا البطل، لكن هنحس بهذه القدرة على التأمل. هذا الإحساس بالسلام النفسي ينعكس في كثبان الرمال وفي الملابس وفي العلاقة بين الأبيض والأسود وبالحركة الناعمة بالصورة. وبعدين حتى اختيار الألفاظ للحوار داخل الفيلم كان التأمل أيضا هو الغالب، فتتحول الكلمات إلى ما يقترب من أن يكون شعرا. لا عنده ثرثرة في الصورة، ولا عنده ثرثرة في الحوار، ولا عنده ثرثرة في الملابس، ودايما يعتمد على عناصر محدودة وعناصر بسيطة، ولكن بيعيد ابتكارها ويوظفها لكي يعبر عما تصوره إن هي كانت حياة تسعى إلى الخلود.
أنا هقول أول حاجة لاحظناها على شادي، كان صغير جدا جدا، إنه كان بيرسم حلو قوي قوي قوي، وبيرسم باستمرار. في رحلة من الرحلات اللي عملناها واحنا صغيرين، كنا دايما كل شتاء نطلع مع العيلة الأقصر وأسوان في أجازة نص السنة. فأول حاجة لفتت نظرنا، رحنا نزور معبد دندرة، وقفنا قدام البوابة. كانت أول مرة بالنسبة لي أنا كمان أشوف معبد فرعوني ورسومات فرعونية وكتابات فرعونية. ووقفت أنا وشادي قدام الحيطة المرسومة ده هي، والعيلة سابتنا ومشيت ودخلوا جوه، واحنا واقفين مبهورين قدام الرسومات دي. شادي واقف متسمر قدام الرسومات دي ما بيتحركش. بالزور ياما خدوه ودخلوه جوه، وقعد سألهم أسئلة بقى، ايه دول، مين دول، ايه الرسومات دي، احنا فين، وحاجات كده. انا متهيألي ده كان اول احساس له بمصر القديمة وبفن مصر القديمة، وكفنان هو حس بيها. هو شخصية أخناتون اللي هي مرتبطة بالتوحيد، وربما والله أعلم، أنا ما اتناقشتش خالص معاه في الحكاية دي، لكن هو ربما عايز يعبر عن إنه هذا الشعب يعني يعلم ويعي بوحدانية الله مبكرا حتى ما قبل الأديان. لأن شخصية أخناتون شخصية ثرية دراميا، على المستوى التاريخي، يعني نقول إن هو صاحب مدرسة فلسفية كبيرة غيرت وجه التاريخ، غيرت تعدد الآلهة، ودي حاجة ما كانتش سهلة في ذلك الوقت. فكيف لا تمس هذه الشخصية شادي عبد السلام، هذا المتعبد اللي عايش في هذه الصومعة، وعنده رسالة، مش عاوز أقول زي رسالة أخناتون عشان يعني ما نبقاش بنتكلم كلام كبير، إنما الشخصيتان تقابلا. أنا اتخرجت سنة 70 من معهد فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، وكونت فرقة استوديو ممثل ليقدم من خلالها الأعمال الكلاسيكية. يعني الناس كانت محتاجة إنها تضحك، محتاجة إنها تتفرج على أعمال كوميدي. لا، أنا بدأت بأعمال شكسبير زي هاملت، روميو وجولييت، وقدمت المسرح اليوناني وماريكان. بس كان 71 قدمت هاملت من تلامذتي، لاني بدات ادرس في المعهد، ودرست لمده 14 سنه اللي كونت فيهم فرقه استوديو الممثل. كان في عرض هاملت في حديقه المعهد او امام واجهه المعهد، وتقدمت رؤيه جديده، بس ما كنتش متوقع ابدا ان حد هيحضرها اكتر من فلاحين العمرانيين. ولكني فوجئت بان الناس بيقولوا لي بعد العرض هتقابل الاستاذ شادي عبد السلام. فانا كسبت لاني ما اعرفش مين هو شادي عبد السلام، وطبعا دي كان جريمه، يعني مع مين شادي عبد السلام لسه متخرج وبدرس في المعهد. فقالوا لي ده شادي عبد السلام ولويس عوض ونادية لطفي. مبدئيا انا عارف نادية لطفي ولا تبقى كارثه، وعارف طبعا الدكتور لويس عوض. فقابلت شادي عبد السلام لاول مره، فلقيته في الجلسه اللي هم طلبوا يقابلوني الدكتور لويس عوض ومدام نادية لطفي، شادي عبد السلام فضل صامت لمده
تلت ساعة لا يتكلم، ولكن هو قاعد حركة ايده اللي على خده وعمال يبص لي قوي، لدرجة قلت الراجل ده مش عاجبه العرض بتاعي، يعني ما دام ما بيكلمنيش كده يبقى مش عاجبه يعني. فلويس عرض يتكلم معايا وناقشني كتير في هاملت ونادي لطفي اتكلمت واسقط على العمل، في الاخر خالص شارع حسام بص لي وابتسم كده وهز دماغه وقال لي انا مغرم بوشك. قلت له وشي بس؟ تبقى كارثه. باختصار اتفرجت على اعمال شادي اللي عملها، قال لي انا عايزك تعمل اخناتون، وهو بيقول لي الخبر ده متوقع ان انا هتنطط، بس انا ما اعرفش مين اخناتون. anyway فتح لي باب سحري ان انا اجيب سلسله سليم حسن واجيب بريستد واجيب وابدا من اول كتب كيف تكون التفكير الديني عند الفراعنه، وده حدوته، ده كتب كتير قوي. خلاني اعرف يعني ايه مصر. انا قعدت في الاقصر لما خدنا علشان يعمل تحضير فيلم اخناتون مع المكيره الهولنديه ومع عبد العزيز فهمي ومع ناديه لطفي والاستاف وصلاح مرعي ملابس والبسوار، وراح علشان نقعد 30 يوم او 40 يوم بنحضر اماكن التصوير. بدأ شادي عبد السلام في تحضير الفيلم، تصميم أزياء، رسم سكتشات، ديكورات، إكسسوارات، بخلاف كمان كتابة السيناريو وجلسات عمل مع الفنانين مع محمد صبحي ونادية لطفي، وكان دراعه اليمين صلاح مرعي وأنسي أبو سيف. يعني هو كان بيعمل جهد كبير قوي في تجميع المعلومات عن طريق الكتب، عن طريق المتاحف، عن طريق الطبيعة المتوفر. مصر غنية بالآثار. الأول المعرفة، وفي له سكتشات من المتاحف بيجيب سواء في اللبس أو في العمارة، بتلاقيه يروح يعمل دراسة في المتحف ثم يطلق لموهبته التصميم بعد كده. يعني ده كان منهجه في الشغل، لابد من بحث طويل ومعايشة. وطبعا كانت بتقابله، انا اذكر ان كانت بتقابله بعض المشاكل في تركيب اللبس، القصة بتاعت اللبس، الأربطة بتاعته. فطالما هو شاغل نفسه بالمشكلة فلا بد بيلاقي لها حل او بيجيله افكار للتصميم والحل المشكلة. هو كمهندس معماري فبالتالي هو دارس لتاريخ العمارة. الإنسان ده عبارة عن مسكن وملبس. الإنسان بيقعد في مكان يأوى فيه وبيطلع براه، فلازم يلبس حاجة عشان المناخ. ونقدر نكتشف الإنسان من الحاجتين دول. عشان كده كان ناجح جدا كمهندس ديكور وناجح جدا كمصمم ملابس، اللي هو الشيء اللي بيستعمله الإنسان وبيحتمي بيه نفسيا ومناخيا واجتماعيا وعقائديا. بمرور الوقت الفلوس بقت مشكلة، وكمان حاجات تانية كتير. فيلم كان هيكلف نص مليون سنة 70 أو 71، وأنا عشت معاه 4 سنين. اللي طلب مني إن أنا ما أمثلش أي دور قبل ما أعمل إخناتون، وهذا حقه عشان يبقى المشاهد قاعد بيتفرج على الفيلم ومصدق إن ده إخناتون، يبقى في حقيقة. احترمت وجهة نظره وفعلا رفضت أشتغل في السينما لمدة 4 سنين. ال4 سنين دول كان وصل إنتاج الفيلم 75 2 مليون ونص. هو جه في لحظه وقال لي يا محمد انت مش هتقدر تعمل اخناتون. هو كان اونست جدا وصريح جدا، لان السن مش هو ده اللي كان في خياله. وخلاص يعني انا بدات اتعرف بعد 5 سنين، يعني بعد 75 يعني. مش بس مرحلة السن هي اللي وقفت محمد صبحي. مع مرور الوقت جه التفكير في ناس تانيين. وانا في طالبه في اولى معهد، الاستاذ شادي عبد السلام الله يرحمه
كان بيدور على بطلة تعمل نفرتيتي في فيلم أخناتون، وكان بيتفرج على مسرحية في المسرح القومي، وأنا كان مطلوب مني بحث أعمله عن مسرحية بتعرض في القومي. كنت لسه في سنة أولى. طبعا هو قاعد في لوج وحاجة جامدة قوي، وأنا قاعدة آخر صف. كانوا بيدونا كده للطلبة بتوع المعهد مجموعة كراسي كنا بنخش مجانا عشان ندرس يعني. والمسرحية شغالة، كان معاه الأستاذ صلاح مرعي الله يرحمه. قال له أنا عايز دي. فجالي الأستاذ صلاح قال لي تعالي الأستاذ شادي عايز يقابلك. مين الأستاذ شادي؟ أستاذ شادي عبد السلام. طبعا رحت يعني، فقال لي تحبي تمثلي؟ قلت له احب جدا، احب امثل، انا ما بعملش اي حاجه في الدنيا غير ان انا عايزه امثل. فاداني ميعاد ورحت له استوديو نحاس، كان هو مدير استوديو نحاس. عجبه شكلي وكل حاجه. الحاجه الوحيده اللي ما اتفقش عليها اسمي. قال لي انا مش عايز اي اسم اجنبي نهائي على تترات فيلمي. فقلت له خلاص انا مش عايزه اسم، اختار اللي انت عايزه بس اعمل الفيلم. قال لي طب بعد شويه هقول. كنا ابتدينا بقى نعمل بروفات ويقريني لغايه ما جه في يوم قال لي بصي هسميكي سوسن. هي السوسن دي زهره، هي نفس الاسم بتاعها، هو سهرة السوزانة دي، بس ده باللاتيني وده بالعربي. هعرب اسمك، هترجمه. قلت له انا موافقه. خلص المشروع على الورق، وتم رفع المشروع لوزارة الثقافة، ولكن للأسف كان ليها رأي تاني. ما كانش ليه متطلبات في حياته غير انه يصنع شيء لمصر. مصر ما ادتلوش الفرصه انه يعملها للاسف. كلنا كنا في غصه. المره التي بكى فيها شادي بدموع امامي في البلكونه الصغيره اللي هي بيخش منها الشمس في مكتبه، اليوم اللي عرف ان مش هيتمول الفيلم والفيلم مش هيتعمل. تمر السنين والفيلم يستنى، بس العمر ما بيستناش. شادي عبد السلام كان عنده آلام مبرحة زي صداع نصفي، كان مسألة مميتة. كنا بنكتئب لمدة 5 ساعات و6 ساعات، كلنا قاعدين كده حاطين ايدينا لغاية لما يفوق من النوبة بتاع الصداع دي ويرجع شادي عبد السلام يضحك. أول ما يضحك ويهزر نعرف الآلام اترفعت عنه ويبدأ يتكلم في اللي نفسه فيه. لا اطلاقا، مفيش اي مبدع يبتدي شيء وعارف ان هو لن يتحقق، وحتى الموت. كان مريض وانا فاكر زارني وانا بعمل عجله او تجارب على عجله حربيه بالخشب، وكانت دي مشكله في فيلم اخناتون. وتاثر جدا انه العجله اتعملت يعني. شادي انا افتكر وهو مريض وعارف المرض اللي عنده ايه وعارف خطورته ايه، سافرت معاه سفريه للجزائر، لان في مؤسسه السينما في الجزائر كانت وعدت بانتاج الفيلم، ورحنا من السفريه دي على سويسرا للعلاج يعني، هو عارف ان هو بيتعالج. عرض ده كانت عرض من فرنسا باستعداد كامل لساعات تمويل اخناتون كاملا، مش عايزين حاجه مننا يعني، مش عايزين اي فلوس من اي حد. وشادي اللي شايفه شادي انه يتعمل بالشكل اللي هو عايزه. العرض كان متاخر، العرض كان متاخر جدا. انا اتذكر ان انا كانت ماجده واصف كاتبه العرض، كانت اختنا ماجده واصف كاتبه من باريس، فرحانه جدا بالعرض. ورحنا لشادي كان في الفراش، وايه على اساس انه هيفرح جدا لما نقول له العرض. هو قال كلمه مش هنساها يعني قال يبدو ان البوم هيبقى فيلم الاخير. هو كان السيناريو اصلا اشتراه صديقنا المخرج كريم جمال الدين علشان ينتجه، واساس ان الفنان الكبير صلاح مرعي يقوم باخراجه. اشتراه ودفع فيه مبلغ كبير بمقاييس الوقت اللي اشتراه فيها. بس هذا المشروع يحتاج لدعم كبير، المفروض يعني الدوله تتدخل في دعم هذا المشروع يعني. والله دي حاجه لا زالت برضه في علم الغيب، لان الفيلم دلوقتي اولا الظروف اتغيرت في اماكن كتير كان شادي هيصور فيها
اتغيرت واصبحت لا تصلح للتصوير. في عنصر اخر، حجم التكلفه بقى ضخم جدا. توفير التمويل يعني كان صعب ولا زال صعب، لكن في محاوله انه يتعمل.